السلام عليكم. مش هتاخد مني مقدمة اللي هي بتاعت أهم 3 حاجات و4 حاجات و7 حاجات والكلام دوت، لكن هتاخد مني كلام في الصميم. وخلينا ندخل في الموضوع على طول عشان أنا بحب أحترم وقتك. الناس كلها بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي، بتجرب أدوات كتير، بس في مشكلة واحدة: أغلبهم مش بيكسبوا حاجة. عارف إيه السبب؟ لأنهم فاكرين إن الأدوات هي الحل، إنما اللي فاهم اللعبة بيستخدم ال AI كوسيلة مش كغاية. وعلشان كده النهاردة هقولك ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصح وتحوله من مجرد أداة لمصدر دخل حقيقي. هقولك كل التفاصيل بعد الانترو. أنا بعمل اللي بعمله ده علشان أسيب أثر، يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني إنسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. خلينا ادخل معاك في اول جزء في الحلقة، وهو المشكلة اللي محدش هيتكلم معاك عنها. الذكاء الاصطناعي مش بيكسبك فلوس لوحده، ومش معنى انك عرفت تستخدم شات جي بي تي او اي مصدر من مصادر الاي اي النهاردة ان كده انت شغال في الاي اي الحقيقي. لا، الذكاء الاصطناعي محتاج حاجتين مهمين جدا. اول حاجة رؤية واضحة جدا للي انت عايز تعمله، ورقم 2 تطبيق عملي على مشروع حقيقي، حاجة حقيقية انت قررت انك تعملها وهو بيساعدك في التطبيق عليها. ودي اول غلطة: الناس بتتعلم الادوات بس مش بتستخدمها في حاجة مفيدة. الجزء التاني بتاعنا النهاردة في الحلقة: ازاي استخدم ال AI صح. شوف، احنا هنمشي مع بعض على 3 خطوات مهمة جدا. اول حاجة وركز معايا فيها جدا: شوف ايه اللي محتاجه السوق. يعني ايه؟ اول خطوة دايما: السوق عايز ايه؟ السوق دايما بيبقى عايز حل لمشكلة. يعني خليني اديك مثلا مثال: اصحاب القنوات بيبقوا عايزين سكريبتات بسرعة، تمام؟ الناس بتاعت البيزنس بتبقى عايزة ايميلات تسويق، اصحاب المتاجر عايزين وصف منتجات. كل دول ممكن تستخدم لهم الاي اي بشكل مباشر لو عرفت توصل لهم صح. رقم 2 ودي مهمة جدا جدا وركز معايا فيها قوي وفكك من اي حاجة حواليك: اربط الاداة بالخدمة. بمعنى، الناس فاكرة انها مثلا لما تقول انا بستخدم شات جي بي تي يبقى كده خلاص. لا، انت بتبيع ايه؟ ايه اللي هيفرق؟ يعني مثلا بدل ما تقول بكتب مقالات بالاي اي، قول انا مثلا بقدم خدمه اس اي او بلوج بوستس مثلا ترفع ترتيب الموقع. شوف الفرق، نفس الاداه بس طريقه استخدامها هي اللي بتفرق مليون في الميه. رقم 3: التخصص هو السر، وده اللي محدش هيقوله لك من الناس اللي بتعمل المحتوى عن الاي اي. لو اشتغلت في كل حاجه هتضيع في الزحمه، لكن لو ركزت على مجال واحد وبنيت بيه اسمك هتكسب كتير جدا. اختار مجال، وهرجع تاني واقول لك وعدتها في فيديوهات كتير قلتها قبل كده: اختار مجال، تسويق، تصميم، فيديو، تعليم. اختار فئة: اصحاب المشاريع، صناع المحتوى، الطلاب، ايا كان. وابدأ اتبنى اسمك حوالين الحلول اللي بتقدمها باستخدام الذكاء الاصطناعي لفئة من الفئات اللي انت قررت انك تختارها. خليني بقى اقول لك ان الجزء دوت في الفيديو النهارده او في الحلقه بتاعت النهارده هو جزء مهم جدا، لان احنا كده هنتكلم عن امثله واقعيه جدا جدا هتوضح لك الصوره بشكل اكبر شويه. مثال مثلا: في صانع محتوى بيستخدم الاي اي. في حد بيستخدم شات جي بي تي مثلا عشان يكتب سكريبت، تمام؟ في حد مثلا بيستخدم 11 لابس عشان خاطر الصوت. في واحد بيستخدم مثلا ران واي للفيديو، يقدر يطلع 3 فيديوهات في اليوم ويبني قناه مربحه على اليوتيوب او التيك توك. يبقى انا كده خليت الابلكيشنز بتاعت الذكاء الاصطناعي او بتاعت الاي اي تخدم عليا مثلا في حاجه زي اليوتيوب او التيك توك. عندك مثلا مثال تاني: واحد النهارده بيسوق فبيستخدم الاي اي. حد مثلا بيقدم خدمات كتابه الاعلانات، الكوبي رايتنج مثلا للشركات اللي لسه فاتحه. ده بيعمل ايه؟ ده بيوفر وقت ومجهود وفلوس باستخدام الاي اي، بس بيقدم النتيجه مش الاداه. لكن هو كده ركز على الايه؟ على النتيجه مش على الاداه. عندك مثلا المثال رقم 3 ممكن نتكلم فيه، وده مثال حلو جدا: مثلا مصمم بيبيع خدمات على فايفر مثلا. طب بيعمل ايه؟ الراجل ده مثلا ممكن يكون بيستخدم ميد جورني مثلا، يعمل صور مناسبه للبوستات ويعرضها كحزمه كده كامله على منصات العمل الحر، والناس بتبدا تشتري منه حاجه زي كده. الجزء الرابع اللي ممكن نتكلم فيه برضو في الفيديو دوت: الجزء الرابع دوت هيتكلم على اهم نصائح عشان خاطر تقدر تستمر. عايزك تحط شويه حاجات كده حلقه في ودنك وتهتم بيها جدا. اول حاجه: اوعى تتعلق بالاداه، اتعلق بالنتيجه، تمام؟ تاني حاجة: طور مهاراتك الحقيقية جنب استخدام الذكاء الاصطناعي. مش بس تبقى معتمد على الاي اي، لكن انت كمان لازم تطور مهاراتك. اوكي؟ طيب رقم 3: اسأل نفسك دايما: هل اللي انا بقدمه ده
بيفرق مع العميل ولا لا؟ لو بيفرق مع العميل هتنجح بمنتهى القوة، لان انت اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت كلها، ولو ما اتفرجتش عليها محتاج تروح تشوفها، ان اللي بيفرق مع العميل ايه؟ اللي بيفرق مع العميل انك تكون بتقدم له حل للمشكله، وده دور اي شخص ناجح، بيشوف ايه المشكله اللي موجوده في السوق وبيتعلم السكيل اللي تقدر تحل المشكله دي وبيروح يطبقها، فبتلاقيه بينجح بمنتهى القوه في السوق. طيب خليني اقول لك ان انت لو وصلت معايا لحد هنا، لو عجبك الفيديو ده وحاسس انك جاهز تبدا صح، انزل تحت في الكومنتات واكتب لي انا جاهز ابني بيزنس بالاي اي، وانا هبعت لك فيديوهات وادوات تساعدك تبدا. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي مسج جديده، لان اللي جاي اقوى بكتير من اللي فات. وكمان عايز اقول لك اوعى تنسى السلوجان بتاعنا، خلي الرساله توصل لك، خليها توصل للعالم. انا محمود ادري، اشوفك الفيديو اللي جاي.